السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. النهاردة طبعا إن شاء الله وفي تمام الساعة 6 وعلى استاد غزل المحلة مباراة هامة جدا ويتيمة للنادي الأهلي. المباراة اليتيمة للنادي الأهلي خارج أرضه على استاد غزل المحلة، وده طبعا يعني من كوميديا الدوري المصري ان فريق ما يلعبش غير هي مباراة وحيدة له خارج ارضه على استاد غزل المحلة. المصيبة السوداء انهم كمان بيقولوا ايه، الواد اللي هو طبعا زي ما انتم عارفينه كلب الكنبة، بيقول لك الله يرحمه عبده صالح الوحش، كان بيخلي المنتخب يلعب في كل المحافظات عشان يثري الحياة الرياضية ويمتع المحافظات وجود منتخب مصر في محافظات الدلتا، المنصورة، القاهرة، الصعيد وما إلى ذلك. قصدي القاهرة، ما هو القاهرة على طول، وطنطا والصعيد وما إلى ذلك. طب يا جماعة تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني طب ما تخلوا الأهلي بس يلعب المباريات الرسمية له على ملاعب الخصم كما يتم مع كل الفرق الأخرى. عموما ننتظر إن شاء الله يعني مباراة جيدة لنادي غزل المحلة يتفوق فيها على هذا النادي الكئيب. وطبعا امبارح طبعا سعدنا جدا بفوز نادي الإسماعيلي 1-0 على نادي طلائع الجيش في أول فوز له وأول هدف يحرزه. نتمنى أن يتحقق ذلك لنادي غزل المحلة في أول فوز أيضا يحرزه، وأول أهدافه أيضا تكون داخل شباك النادي الأهلي. أرض نادي الزمالك وماذا يدور داخل نادي الزمالك، وأخبار سارة جدا وأخبار هامة جدا لكل عشاق نادينا الملكي. تعالوا نشوف معانا إيه النهاردة. أحبائنا عشاق نادينا الملكي، عشاق نادي القرن الحقيقي، عشاق نادي الزمالك العظيم، أهلا ومرحبا بكم. معاكم حسين خضر وحلقة جديدة بقناتكم حائط صد زملكاوي. معنى ايه النهارده يا جماعة؟ مفاجأة مدوية من العيار الثقيل تعيد الأرض إلى نادي الزمالك، وسلبية وزير الشباب والأهلي، ووصول البارون، وتخيلوا وسام أبو علي مش فلسطيني دنماركي، وشطب تامر عبد الحميد. عموما يعني أخبار سريعة النهاردة عشان خاطر يعني نقف على آخر المستجدات فيما يدور على الساحة من أحداث. بس رجاء من حضراتكم دائما دعم القناة باللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات وتعليقاتكم اللي دائما ما تسعدني. نروح بقى لموضوعاتنا النهاردة. وطبعا أنا كنت من أول اللي بينادوا بإن لازم وزير الشباب والرياضة يطلع ويوضح الأمور ويقول الوضع إيه بالنسبة لنادي الزمالك ودعمه لنادي الزمالك والكلام ده، عشان خاطر جماهير نادي الزمالك تطمئن وتأمن من المصير المظلم الذي ينتظرها. ده الوضع اللي احنا كنا بنتكلم فيه واتكلمت فيه سابقا عن لازم من ظهور وزير الشباب والرياضة. وبالفعل الراجل ما كدبش خبر وظهر مع سيف زاهر، وكان طبعا كلامه عن انتخابات واللائحة التنفيذية وكل الكلام اللي هو بيبقى في صالح النادي الأهلي ده عارفينه. وعايز تنتخب السنة دي بعد سنة ماشي مش مشكلة عشان الخطيب يتنه موجود ومفيش، كل الكلام ده لصالح النادي الأهلي بيطبق كله بحذافيره للنادي الأهلي. ماشي يا عم. طب تعالى بقى على نادي الزمالك ومشكلة نادي الزمالك. الراجل قال ايه، وده اللي يخصني وده اللي انا كنت عايز يعني اعرف هو يقول ايه بالظبط. قال بخصوص سحب ارض نادي الزمالك، قال هذا الملف خاص بإدارة نادي الزمالك. نورت المحكمة، والله بجد نورت المحكمة فعلا. ملف الارض خاص بإدارة نادي الزمالك، اما اللي هيكون خاص بإدارة نادي الترسانة ولا خاص بإدارة نادي المقاولون؟ فعلا
جبت التايهة والله. وعليهم تجهيز الردود اللازمة لإقناع وزارة الإسكان. لإقناع وزارة الإسكان. الزمالك يجهز ردوده ودفوعه لإقناع وزارة الإسكان بحجم الأعمال التي تمت على الأرض أو تمت في الأرض، فالنادي يجب أن يبذل جهدا في هذا الأمر، لأنه ليس دور وزارة الشباب والأهلي، والقرار خاص بوزارة الإسكان والجهات المختصة. قلت لي أنت وزير إيه بقى؟ هي الاسم المسمى بتاع وزير الشباب والرياضة. أي المفروض إنك أنت بتدافع عن رعاياك اللي هم أساسا الأندية ومراكز الشباب، كل دول من رعاياك يا سيادة الوزير. زي ما وزير الإسكان من رعايا اللي هم بيعملوا تحت طائلته، بيدافع عنهم وبيقف في وش الناس كلها بيدافع عن حقوق وزارة الإسكان. أما أنت وزارة الشباب والرياضة بتدافع عن مين؟ بتقول لا، كل واحد بقى متعلق من عرقوبه. ده عند نادي الزمالك. والله إذا كان ده الوضع بتاعك يبقى يمشي على الكل، ما يمشيش على الزمالك لوحده. ده انت اقول لك ايه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، يعني في حاجات ما المفروض انك انت مالكش علاقه بيها خالص، وكوزاره الشباب والرياضه ما تتدخلش فيها نهائي، وبتتدخل عشان ده ايه؟ ده الاهلي. لما طلع تركي آل الشيخ وقلت لكم الكلام ده، اهان الخطيب ومجلس ادارته. والاهلي ومجلس ادارته ما كانش يوم لسان يردهم؟ دي كانت شغلتك؟ دي كانت شغل الشباب والرياضه؟ مجلس اداره ارتكب مخالفات مع احد الاشخاص في دوله اخرى، وطلع فضحهم وقالوا اخذوا هدايا واهانهم ومسح بكرامتهم الارض. قال لك لا اقبل اهانه، لا اقبل اهانه نادي كبير. وطلعت ترد. طب بترد على ايه؟ هم ما خدوش ساعات؟ خدوا ساعات. ما خدوش اموال؟ اخدوا اموال. وحبيتوا تلموا الدور وقلتوا روحوا ليه؟ تحيا مصر. يبقى اذا كان في حاجات اهو، كان في ساعات وكان في هدايا وكان في بلاوي متلتله، وطلعت تتكلم. بالمفروض ان هي ده شغلتهم هم، مش انت يا سياده الوزير. علشان واحد اهانهم بترد عليهم. ولما الزمالك اللي هو رقم واحد في مصر، الكيان الاول في مصر، ويتعرض لمشكلة خطيرة جدا جدا بتأتي على الأخضر واليابس، بتقفل كيان، تقول الزمالك يدافع عن نفسه ويجهز ردوده؟ ها؟ طب ما طلعتش ليه اتكلمت؟ هو الزمالك مش قدم لك مستندات تؤكد ان هو شغال في الارض، والصور انه شغال في الارض، ومقدم لك قرار رئيس الجمهورية بمد الفترة لحد سبتمبر 2026؟ ما دافعتش ليه وقلت الكلام ده؟ قلت الزمالك بالفعل عنده كذا وكذا وكذا وكذا، انما فيما معناه كده الزمالك يدافع عنه. الزمالك متعلق من عرقوبه، هو اللي يدافع عن نفسه. يا راجل يا وزير الشباب والرياضة، ده انت تدخلت عشان الاهلي يلعب مباراة الجون، ورحت الخطيب البيه
كانت دي مهمتك برضو ولا الاهلي وحر؟ ده انت اتدخلت وتغولت على حقوق اتحاد الكرة ولجنة الحكام، ورحت من نفسك تجيب حكام لمباراة الزمالك والاهلي اللي الاهلي انسحب منها بالمناسبة. دي كانت شغلتك يا سيادة الوزير؟ ام انك انت وزير الشباب ومدافع عن الاهلي؟ خليها كده بقى، خليها بقى كده، وزير الشباب ومدافع عن الاهلي، وفي الاخر تقول له حضرتك زملكاوي. لكن في ربنا فوق ومطلع. عشان كده عايز اتكلم عن مفاجأة مدوية، وطبعا انا مش هقول لك ان المفاجأة المدوية دي من عندي، لا، هي على عهدة الاستاذ محمد البنهاوي. طبعا انا شوف، انا بطرق كل الابواب علشان اجيب بصيص من الامل لنادي الزمالك. انا ما بتكلمش عن مجلس اداره، ما يهمنيش مجلس اداره، ما يهمنيش فلان او علان او ترتان، يذهب الجميع الى الجحيم. انا ما يهمني في المقام الاول هو نادي الزمالك وصالح نادي الزمالك. فعلى عهدة الاستاذ محمد البنهاوي قال ان موال سحب الارض ومن البداية ومنذ حوالي شهر تقريبا ان وزارة الشباب، وزارة الاسكان، ارسلت الى الجهات المختصة او المسؤولة بان العمل داخل ارض الزمالك متوقف، وان نسبة الاشغالات داخل نادي الزمالك لا تتعدى 1%، وبالتالي كان قرار سحب ارض نادي الزمالك. لما تيجي تدور على المذكرة ديت وليه اتبعتت وايه حيثياتها وجت منين، هتعرف ان وراها مخالب قوية جدا جدا كانت بتعبث في الظلام من اجل ارسال هذه المذكرة الى الجهات المسؤولة. هو ماذا يضير وزارة الاسكان يعني؟ تعبانة في ايه وزارة الاسكان؟ ولما تسيبك لحد ما المهلة اللي هي انتوا عارفينها لحد 26 ماذا يضير وزارة الإسكان؟ وعلى فكرة كل المواويل دي كلها مع كل حقوق الانتفاع والإشغالات والكلام اللي هم بيروح بيحصل هذا الكلام وبياخدوا مد و كل الكلام ده معروف. إنما ليه مع نادي الزمالك يحصل كده؟ طبعا قال لك ان انا اتكلمت وقلت قبل كده ان الزمالك امبارح بقى تقدم بتظلم كامل مجهز بكل الاسانيد القويه جدا جدا، زي ما قال لنا وزير الشباب. جهزوا ردودكم يا جماعه، ذاكروا كويس واعملوا اشتغلوا كويس، فنعتمد على نفسنا واحنا ما معناش وزير الشباب. تم تجهيز تظلم شامل كامل وبإعداد كمال شعيب لتقديمه إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي. طيب الأهم من دوت إن في مذكرة، وهذا الكلام على عودة زي ما قلت لك الأستاذ محمد البنهاوي، وأتمنى إن يكون هذا الكلام في عين الصواب. قال لك ان في مذكرة اخرى بعد ما الزمالك طرح كل اسانيده على وزير الاسكان، في مذكرة تانية اتبعتت من وزارة الاسكان تصحيحا للمذكرة الاولى.
وطبعا ما قالوش ان ديت مذكره خطأ الاولانيه، وقال لك ان اللي حصل ان تم في عجاله، مذكره الاولانيه تمت في عجاله، وخاصه يعني بموقف قديم، وان العمل لم يتوقف داخل ارض نادي الزمالك كما ذكر في المذكره الاولى. ده شيء جميل جدا. العمل يتم في الجزء الرياضي فقط، وحاليا هي دي الحقيقه. العمل الان يتم في الجزء الرياضي واشغالات الملاعب ال 24 ملعب اللي بيتم تجهيزه، ولا يوجد اي عمل حتى الان في الجزء الاستثماري. عشان الناس اللي بتتكلم كتير، انا ما بدافعش عن مجلس الاداره، وبقولها لك بكل صراحه، انا ادافع عن كيان نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك. قال لك لا يوجد اي عمل في الجزء الاستثماري، عشان كده ما كانش في البيان بتاع وزاره الاسكان اي كلام في هذا الموضوع، انما ده شغل القذرات اللي بتتكلم دلوقتي. قال لك ان الجزء الاستثماري تم اخذ التصاريح والتصالح بشأنه دفع الاموال، خاصة يا جماعة ان يعني كل اي كومباوندات، اي اراضي بيتم معها انها بتعطى حق انتفاع او دي بيتم فيها ايه؟ بيبقى فيها 5%. 5% للخدمات. ما هو انت مش هتجيب لي بقى تعمل لي مساكن وبتاع والكلام ده كله ونقعد بقى نتفرج على بعض. لازم يبقى في خدمات خاصة بالناس اللي موجودة، وبرضه النادي لازم يكون في خدمات للناس اللي موجودة داخل النادي. فهذه النسبة بتكون 5% من مساحة الأرض. وقال لك طبعا الزمالك قدر ان هو يتفاوض مع وزارة الإسكان على رفع هذه النسبة من 5% إلى 10%. عادي، ما فيش أي مشاكل، ما فيش أي مشاكل خالص. وقال لك كمان إن اتعمل هذا الموضوع مع الأهلي في الشيخ زايد، ورفعوا نسبة الاستثمار إلى 10%. إنما على الأهلي ما حدش بيتكلم، ما حدش بيفتح بقه خالص. قال لك ان نسبة الاشغال ده في المذكرة الجديدة، نسبة الاشغال اكبر بكتير مما ذكر في المذكرة الاولى. طبيعي جدا جدا ان ارض الزمالك من 20 سنة لم يقم اي مجلس ادارة بعمل اي شيء في هذه الارض غير مجلس الادارة الحالي. ما علينا بقى، ما علينا، انك مجلس الحالي الذي يقوم بالبناء حاليا. ده يعني اذا كان تم كتابته في المذكره ماشي يا سيدي، ما يهمنيش غير اللي موجود على ارض الواقع. الزمالك يبني الان في الجزء الرياضي ولم يقم بالبناء في الجزء الاستثماري، وده قلتها لكم قبل كده. الشركات التي تقوم، ده مهم جدا جدا جدا، الشركات التي تقوم بالبناء في النادي شركات سياديه، وهي بتوزع بقى الاعمال، هي الحره بقى. دي شركه حكوميه سياديه بتدي اللي هي عايزه تديله من الباطن، ملناش علاقه. فقال لك ان الشركات اللي هي شغاله في هذا الموضوع شركات سياديه خاصه بالدوله، ملك الدوله. يبقى في هنا بقى فين يعني الوضع اللي هو عمال يتكلم لي فيه للدغ ابو نص لسان، ولا ده ولا ده ولا الواد كلب الكنبه اللي عمال شغال على وده زيه زي للدغ بالظبط. هما الاثنين واجهين لعمله واحده، عمله قذره. يقول لك ايه، ما هو انتوا يعني هتاخدوا من مال الدوله وتصرفوا طب ما الدوله حق هي اللي تاخد بقى، طالما انتوا هتجيبوا فلوس ما الدوله اللي تبيع.
ويبقى حق بقى نادي مين ومين 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 والدرجة التانية ومتزفتة ومتغمر ايه يالا، ايه يالا يا اهبل قذر. موال الزمالك عامل قلبان في دماغهم، وهو ده اللي شغل المذكرة اللي كلها اخطاء اللي راحت للجهات المسؤولة في البداية. وطبعا الكلام في وسط الكلام كده بيروح مديلك شوية حاجات كده، يقول لك يا اما بقى تبقى اعادة تخصيص بسعر الارض دلوقتي، امال ايه؟ وكأن الزمالك ده جاي من كوكب تاني مش نادي مصري، او كفايه عليكم 50 60 فدان وناخد من حته من الارض. ايه القذاره دي؟ طب ما الارض جنبها مليون ارض، اشمعنى ارض نادي الزمالك؟ ده الوضع اللي حاصل، وده برضو بسبب مجلس اداره نادي الزمالك اللي طلع يتباهى وهنجيب 10 مليار و20 مليار واللي خلتهم كلهم عينيهم بتتفتح على نادي الزمالك، وخلت المعسكر القذر يبدأ يلعب على هذا الوتر ويشغل وزارة الإسكان ويشغل الناس عشان يضرب نادي الزمالك. ده قوم وزارة البترول على رجل واحدة عشان حامد حمدان ما يروحش الزمالك، فما بالك بقى انتعاشة الزمالك المالية واستقرار نادي الزمالك وجون ادوار اللي ملبسهم في الحيطة والدنيا ماشية. لا، شفت بقى لعبوا منين؟ شفت القذارة جت منين؟ من هذا المكان. ابدأ اضرب بقى نادي الزمالك، استقرار نادي الزمالك فين؟ اطلع على وزارة الإسكان. واثق ان شاء الله ان مع مذكرة وزارة الإسكان ومع التظلم المقدم من نادي الزمالك اللي بيشمل كل كبيرة وصغيرة، بإذن الله أرض الزمالك عائدة إلى نادي الزمالك، وليخسئ الخاسئون. إنما نادي الزمالك لن يمس، نادي الزمالك لن يمس بإذن الله. وصول البارون، بارون ودي مشكلة تانية اللي هي خاصة ببارون أوشنج. الراجل ده يعني زي ايمن طبعا عندنا عمر جابر في هذا المكان، يعني ايه ربنا معاوي قوي، لان طبعا ان حتى لا قدر الله ما تصابش يبقى عنده اجهاد، لانه على طول الشغل شغال على عمر جابر، فكان لازم من صفقة اشتغل عليها جون ادوار. شكرا جون ادوار بيشتغل بيعمل في صمت، وده اللي برضه عامل لهم ذعر. كلب الكنبه يتكلم يقول لك الزمالك بقى عنده 10 لاعيبه اجانب، وهشام نصر كان بيقول لك 6. لا، هو الزمالك اخترق اللائحه؟ هو الزمالك جاب حاجه بره اللائحه؟ الزمالك بيشتغل تبع اللائحه، جاب 10 جاب 20، انت مال امك. انما انك انت تجيب لي 6 في الفريق الاول، هو هنا الغلط. انما هو شغال بقله ادب ووقاحه. فطبعا اتحاد الكره قصادنا كتير، وطبعا راحت الفيفا. اتحاد الكره طبعا سأل في الفيفا وقال لك يكون اللاعب فري حر ملوش نادي، وبالتالي طبعا كان شغل جون ادوار مع نادي سوفاباكا الكيني، اللي طبعا قدر ان هو يخلص الصفقه كفسخ تعاقد مع نادي سوفاباكا. ورئيس نادي سوفاباكا اعلن ان بارون لاعبا في نادي الزمالك، والراجل راحت له التاشيره ويتم قيده في نادي الزمالك. وطبعا صدمه كبيره جدا للنادي الان. بس كل ده يا جماعه اوعى تنسى الارض، اوعى تنسى استقرار نادي الزمالك اللي هو بيولد لك كل الحاجات ديت، والقادم هيكون افضل باذن الله مع استقرار نادي الزمالك
مع وجود جون ادوارد هتبص تلاقي الدنيا زي الفل باذن الله. بس ربنا يبعد عنا هذا الاحمر، القلعه الحمراء، قلعه وحمراء هنقول ايه؟ ربنا ياخدها. فهنيئا للزمالك ان شاء الله بصفقاته وتعديلات صفقاته مع يناير، والدنيا هتبقى باذن الله مع الزمالك زي الفل. كمان وسام الدنماركي ده يا جماعه، عرفت ان الاهلي ده بيتحايل على القانون، مش بيمشي صح، عمره ما مشي صح. لو مشي صح يروح للدكتور، ما يعرفش يمشي صح ابدا. مبني على الغلط، مبني على الخطأ، مبني على النهب، مبني على السرقه. هو ده طريق هذا النادي. فوسام ابو علي ملوش علاقه بفلسطين. عجبهم جابوه، خبط له جواز سفر فلسطيني، يلعب فلسطيني، فدائي فدائي. النهارده مع ناديه كولومبوس كورو، الراجل طبعا هناك بقى اتأيد في نادي كولومبوس كورو على انه لاعب دنماركي وبباسبور دنماركي، اي لا علاقة له بفلسطين. الاهلي بقى الشغلانة الجميلة بقى عايز دوت وما خبط له باسبور فلسطين، ما بيغلبوش. تامر عبد الحميد في قرار شطب هذا الشخص، وانا طبعا معذر، انا اللي اشوفهم انت دلوقتي بتاع مصلحه، بتاع مصلحه، اقسم بالله يا تامر يا عبد الحميد. ويعني هذا الاسم يعني لا تستحق هذا الاسم. ده اسم دونجا، اسم المحترم دونجا. للاسف الشديد انت بتتضرر ورا هذا الاسم. شطب هذا اللاعب، شطب هذا وعمره كان لاعب ولعب في الزمالك. وده طبعا اللي ما يقفش مع الزمالك ماليش علاقه انت دلوقتي ايه اللي هتستفيده من انك انت تقدر تقول لي وقضيه ومش عارف ايه هو انت يعني عايز الزمالك يقفل يا ابني؟ كل ده عشان الشو والمشاهده؟ منعول ابو الشو على ابو المشاهده. ده اللي بيحصل. وطبعا في خلال كلامه دايما يثني على النادي الاخر، وتعلمهم. كل ده عشان جماهير الاهلي تشاهدك. اخص عليك بجد، والله العظيم انا يعني حزين في اليوم اللي انت لبست فيه تيشيرت نادي الزمالك. حزين من كل قلبي انك انت اللي في يوم من الايام لبست تيشيرت نادي الزمالك. انت لا تستحق انك انت تلبس تيشيرت نادي الزمالك للاسف الشديد. وطالع صدقوني انتوا شايفين ايه؟ انا غضوا عليا وغضوا على الكلام اللي انا بقوله. انتوا مش ليه يا ابني؟ ليه ارفع الزمالك في الارض عرض، وده مش عرض وبس، ده مستقبل، ده كيان، ده اثبات وجود، اثبات بقاء. هو انت بعد كده هيبقى فيه ايه؟ مليارات هتبقى عليك، واموال دخلت هتبقى مسؤول عنها، ونظام انت هتمشي عليه هينهد. هو انتوا ما بتفهموش؟ عموما ان شاء الله قريبا وفي الساعات القادمه باذن الله هنسمع اخبار ساره عن عوده ارض نادي الزمالك الى نادي الزمالك، وباذن الله الخير دائما قادم، ودائما الزمالك الى الافضل. اترككم في رعايه الله وعونه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.